لو انت بتتمرن في مكان التمرين فيه عنيف طول الوقت فانت محتاج ان انت تغيره. ده لسبب بسيط جدا، جسمك هينهار منك، الاصابات نسبتها هتعلى جدا ومش هتدي لنفسك فرصه انك تتطور حتى. هتقولي طب ما انا لو ما بروحش التمرين عشان اكسب امال هتمرن ازاي؟ لازم تفهم ان في موسمين في التمرين، في الاوف سيزون والاون سيزون. الاوف سيزون ده هو الوقت اللي انت ما بتلعبش فيه بطولات، والاون سيزون هو الوقت اللي انت بتبقى بتستعد فيه البطولات. فخلينا متفقين ان الطريقه اللي انت بتروح بيها وبتلعب بعنف دي في الاون سيزون بس، اللي هي بتبقى شهر او شهرين بالكتير قبل البطوله. لكن في الاوف سيزون انت محتاج ان انت تلعب ببيس او بريتم هادي جدا، هدفك انك تتمرن بمتعه، يعني انت بتضحك اكتر مش قلقان. يعني انت تلاقي نفسك مزاجك حلو وانت بتلعب وانت بتتمرن وانت بتصارع البني ادم، مش خايف وقلقان منه. وهتحتاج عشان ده زميل هادي وبيفهم وعنده برضه نفس الهدف. مهمتكم انتوا الاتنين ان انتوا تمرنوا بعض وتحسنوا من بعض. هتلاقي جسمك وقع منك لو ما عملتش كده، فاتمرن بالراحه وغير طريقه تمرينك عشان تتطور.